من ساعة ما شفت الحجم ده قدامي ولمسته وجربته، وأنا كنت فاكرة إن الحاجات دي في الأفلام بس، لكن طلع موجود بجد في الحقيقة. كنت بروح أقعد مع جوزي وأحاول أتعايش مع الوضع، بس بصراحة كنت حاسة إني مخنوقة. فرق السن كان واضح في كل حاجة، في الكلام، في التفكير، في الحياة نفسها. كنت بحس إني عايشة مع أب مش جوز، خصوصا إنه كان بيعاملني كإنسانة لازم تسمع الكلام وبس، لا رأي ليا ولا كلمة تتقال. ابنه مصطفى كان غريب شوية، دايما قاعد في حاله، بس كنت حاسة إنه بيراقبني من بعيد. كنت بحاول أبعد عنه، مش علشان حاجة، بس علشان نظراته كانت تخوفني، نظرات طفل في جسم راجل كبير. في يوم كنت قاعدة في الأوضة، سمعت صوت حاجة بتخبط، خرجت أشوف فيه إيه. لقيت مصطفى واقف عند باب الأوضة، عيونه واسعة وملامحه مش مفهومة. سألته مالك؟ ما ردش، فضل يبصلي بس. حسيت بأشعريرة في جسمي، وقبل ما أقول أي حاجة ظهر جوزي فجأة وشده بعيد عني وهو بيزعق فيه: مصطفى، ادخل أوضتك حالا. من يومها وأنا بقيت أحس بخوف مش طبيعي، مش عارفة مصدره. مين بالظبط؟ جوزي اللي مع الوقت بقى عنيف، ولا مصطفى اللي تصرفاته غريبة؟ وفي يوم كنت نايمة، صحيت على إحساس غريب، زي ما يكون في حد في الأوضة. فتحت عيني ببطء، شفت خيال حد واقف عند طرف السرير. مصطفى، صرخت، بس ما كانش في حد يسمعني. لكن اللي حصل بعد كده غير كل حاجة. في يوم جوزي كان راجع متأخر من بره، وأنا كنت قاعدة في الأوضة سرحانة، بفكر في حياتي اللي ماشية كده وخلاص. سمعت صوت الباب بيتفتح، افتكرت إنه هو، بس لما بصيت ناحية الباب لقيت مصطفى وقف عند الباب، عيونه سابحة كده، ملامحه مش مفهومة، بس كان واضح إنه مش طبيعي. قلبي ساعتها وقع في رجلي، حسيت بخوف مش مفهوم. سألته: في إيه يا مصطفى؟ مالك؟ ما ردش، فضل يبصلي كأنه شايف حاجة مش مفهومة، وبعدين بدأ يقرب ناحيتي. أنا عقلي وقف، قلبي بيدق بسرعة. حاولت أتكلم تاني بس صوتي طلع ميت. وفجأة سمعنا صوت باب الشقة بيتفتح بعنف. مصطفى اتوتر، وبعدها جري بسرعة على أوضته، وأنا فضلت قاعدة مكاني متجمدة، مش عارفة إيه اللي كان هيحصل لو جوزي ما كانش دخل في اللحظة دي. من بعدها بقيت على أعصابي طول الوقت، كل مرة أبص فيها ناحية مصطفى ألاقيه باصص لي بنظرة تخوف. كنت بحاول أتجنب وجودي معاه لوحدنا، بس جوايا إحساس مرعب إني مش في أمان في البيت ده. وفي يوم وأنا قاعدة مع جوزي بنتعشى، سمعنا صوت عالي جاي من أوضة مصطفى، زي حد بيكسر حاجة. جوزي قام بسرعة وجري ناحيته، وأنا فضلت قاعدة مكاني حاسة بخوف مش طبيعي. بعد دقايق جوزي خرج، ووشه متغير، عيونه فيها حاجة غريبة. قرب مني وقال لي بصوت واطي: ماري، مصطفى مش طبيعي، وأنا مش عارف أعمل معاه إيه. هو بيقول كلام غريب، بيقول إنه بيشوفك في أحلامه كل ليلة. قلبي وقف، حسيت برجفة في جسمي كله. مصطفى بيشوفني في أحلامه؟ ليه؟ وإزاي؟ الليلة دي ما قدرتش أنام، كنت حاسة بخطر حواليا، بس ما كنتش عارفة مصدره بالضبط. جوزي، مصطفى، ولا البيت ده كله؟ وفعلا الليلة دي وأنا نايمة صحيت على صوت حاجة بتتحرك في الأوضة. فتحت عيني ببطء وشفت حد واقف عند طرف السرير. كان مصطفى. صرخت بأعلى صوتي بس ما كانش في حد يسمعني. الفكرة دي جت في دماغي وأنا نزلة الزريبة عندنا. إحنا عندنا مكان كبير فيه حيوانات ومواشي وحاجات كتير، فنزلت عشان أخلص شوية حاجات هناك. وأنا ماشية فجأة شفت ابن جوزي واقف هناك، بس كان من غير هدوم. حاولوا تفهموا اللي بقوله. كان واقف من غير أي حاجة، وقدامه جاموسة، وكان بيعمل معاها حاجة. وانتوا أكيد فاهمين قصدي. أنا وقفت مكاني متصدمه، مش قادرة أستوعب اللي شايفاه، بس عيني وقعت على حاجة تانية، حاجة ما كنتش متوقعة أشوفها. تقريبا كان 35 سنتيمترا أو حاجة كده، حاجة مش طبيعية. مصطفى مش فاهم هو بيعمل إيه، واضح إنه عقله مش مستوعب،
بس اللي شفته خلاني متجمدة في مكاني. بعد ثواني صحيت من الصدمة وخدت بعضي بسرعة ودخلت البيت، قلبي بيدق بسرعة وعقلي مش قادر يركب المشهد اللي شفته. إزاي الولد اللي عقله صغير كده يبقى عنده الإمكانيات دي؟ إزاي يكون ده ابن الراجل اللي متجوزني؟ فرق رهيب بين الاتنين. من وقتها الفكرة بدأت تلعب في دماغي، مصطفى مش فاهم حاجة ومش هيقول لحد. طب ليه ما أكيد. فحاولت يعني بعد ما خلصت تفكير قلت أنا هعمل كده معاه بالليل بعد ما أخص مع جوزي. فالمهم جت الساعة تقريبا 12:10 وإحنا بننام بدري في الأرياف وكده. فالساعة 11:10 بالظبط كنت مخلصة معاه. هو طبعا نام وسابني وأنا فضلت قاعده ورحت أخدت قراري. قمت ورحت على أوضة ابن جوزي، خبطت عليه فعادي كان شايف اللي قدامه ده. كنت بشير طبعا على حاجات عندي، هو طبعا مش فاهم بس أنا فهمت إشاراته، خليته يعمل معايا الموضوع ده. فوضت بصراحة، يعني ما توقعتش إن ممكن أوصل لحاجة زي دي. يعني كنت محتاجه الموضوع ده جدا، وبجد الحاجات اللي كانت عنده كانت محلية الموضوع ده في حتة مش طبيعية. المهم الموضوع اتصور بيني وبين ابن جوزي، والموضوع بدل ما كان علشان أستمتع كان عشان بحاول أكون حامل علشان برضو يبقى ليا في الورث وكده. وكنت بعمل كده لغاية ما مر الشهر وحصلت شوية أعراض كده وعرفت إن أنا حامل. وطبعا جوزي طول الوقت ده فاكر إن الحمل ده منه هو، مش من حد تاني. هو أكيد ما جاش في باله إن أنا بعمل كده مع ابنه. وفضلت قاعده كده لحد ما بدأ يشك ويقول لي طب إزاي وإحنا يعني ما بيحسش بيه، الموضوع ده مش بيحصل بينا بالطريقة الصحيحة. فقلت له معرفش، انت شايفني ازاي؟ انت متجوزني ولا بنت وقاعدة معاك انت بس، ومفيش حاجة بتحصل بيني وبين اي حد تاني، الموضوع ده مش بيحصل. في يوم من الايام بعد ما خلصنا احنا وهو اللي بنعمله كل ليلة، قمت من جنبه وروحت على أوضة ابنه. هو كان نايم، فاصحى وامشي ورايا، وانا لسه رايحة على باب أوضة ابنه سمعت خطواته. بصراحة خفت وقلبي يتقبض كده، فقلت هعمل نفسي مش واخدة بالي أو إني مش ماشية صح. فمشيت، وصلت للأوضة ورجعت تاني وحاولت أبين إن مفيش حاجة بيني وبين ابنه. رجعت تاني وكان نفسي أريح نفسي من الشك اللي في دماغه. المهم من ساعتها وأنا بقيت خايفة إنه يكون فكر في حاجة تانية أو مش متأكد من اللي حصل وبدأ يشك فيا. وأنا مش محتاجة أقول لكم إننا في الأرياف الموضوع ده لو اتعرف هيكون مشكلة كبيرة. مش عارفة أعمل إيه، هل أسيب الولد اللي أنا حامل فيه ولا أعمل إيه؟ دي المشكلة اللي أنا فيها. بصي، اعذريني إن ما اديتكيش تفاصيل كتير، بس أنا حابة أقولك على طول إيه اللي حصل. بجد شكرا ليكي إنك سمعتي كلامي، لأن في اللحظة اللي كنت فيها مع ابنه كانت لحظة انبساط وحاجة حلوة، لكن دلوقتي بعيش في خوف. بقالي حوالي شهر وأنا في الحالة دي ودايما قلقانة. يعني ما تخلوش لحظة واحدة تخليكم تنسوا كل حاجة في حياتكم، حاولوا دايما تفكروا قبل ما تعملوا أي حاجة. أتمنى محدش يعمل اللي أنا عملته، لأن الموضوع ده أكبر مما كنت متخيلة. لو كنت عرفت تبعاته من البداية كنت ممكن ما أعملوش. أنا مش عارفة إذا كنت هقدر أتعامل مع اللي حصل أو إذا كان الوضع ده هيتغير. وشكرا ليكي مرة تانية على وقتك واهتمامك. الموضوع صعب وفي شوية تعقيد، وأنا مش عارفة هي صديقتنا المفروض تعمل إيه. لو حد عنده أي نصيحة أو فكرة ياريت يكتب في التعليقات علشان يساعدنا. أنا شخصيا مش عارفة أتصرف إزاي، ما عنديش فكرة خالص عن الحل. وبس كده، دي كانت مشكلتها، وشكرا ليكي على سعة صدرك.